وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قاعد في المسجد، خير اللهم اجعله خير لا بيا ولا عليا، ويدخل علينا راجل في المسجد يقلع هدومه ويتبول في وسط المسجد. لك ان تتخيل ازاي التصرف مع هذا الرجل. مش هنفكر بقى ده عاقل ولا مجنون، فاهم ولا مش فاهم، مدرك اللي بيعمله ولا مش مدرك. انت لما بتدخل المسجد وتنام، حارس المسجد بيقومك ويقول لك اتق الله، المسجد للعباده مش للنوم. تخيل ان ده دخل ما نامش، ده وقف تبول في وسط المسجد. حصل نفس الموقف ده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه موجودين والنبي موجود. يدخل رجل اعرابي ويتبول في وسط المسجد قدام النبي وقدام الصحابه، والصحابه بيتصرفوا التصرف الطبيعي جدا، يقوموا عليه وينهروه ويقولوا له ازاي اللي انت بتعمله ده وما تعملش كده، ويحاولوا يبعدوه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفته في الموقف ده وبيقول لهم ابعدوا عنه، محدش يقرب منه خالص، سيبوه يكمل اللي هو بيعمله، خلوه يخلص خالص، محدش يكسر خاطره ولا يخضه ولا يضايقه حتى يكمل اللي هو واقف بيعمله. وبعدين الموضوع حله بسيط جدا، أريقوا على بوله سجلا من ماء، هاتوا شويه ميه وعلى البول بتاعه والموضوع خلاص يخلص. الأعرابي يشوف الموقف ده من النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي نفسه بيقول اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده بيورينا رسالة قوية جدا، إن قدسية الإنسان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجبر خاطره والحفاظ على قلبه وعلى مشاعره أكتر من قدسية المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومش أي مسجد، ده المسجد النبوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل هدم الكعبة أهون عند الله من جرح مسلم. مجرد جرح مسلم، هدم الكعبة أهون عند الله من هذا الجرح. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جابر الخواطر.